الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما أحرم الحجيج من الميقات، الله أكبر ما وقفوا بصعيد عرفات، الله أكبر ما رفعوا أكف الضراعة لرب الأرض والسماوات، الله أكبر ما باتوا بمزدلفة بأحسن مبات، الله أكبر ما رموا بمنى تلك الجمرات، الله أكبر ما سلكوا فجاج مكة آمنين، الله أكبر ما طافوا وسعوا لله مكبرين مهللين، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر غافر الزلات داعي الحجيج إلى ثرى عرفات، الله أكبر ملء ما بين السماء والأرض عد الرمل والذرات، والحمد لله العلي فنونه في الذكر كالمصباح في المشكاة، الله أكبر بكرة وعشية، الله أكبر سامع الأصوات، الله أكبر عالما ومهيمنا محصي الحجيج وجامع الأشتات، ما كان يخفاه الضمير وهمسة مهما تكن عند اختلاف لغاتي، الله أكبر مبصر النمل الذي في ليلة سوداء فوق صفاتي، قد أبصر الجمع الغفير وإنه ليرى نياط القلب والنبضات، الله أكبر لم تواري دمعة عنه الدموع وخافي العبرات، علم الغيوب وكل حبة خردل ما قد مضى منها وما هو ما آتي، الله أكبر أنت أرحم راحم فاقبل كريما صالح الدعوات، واجعله حجا واجعله عيدا صالحا متقبلا والطف بنا في الحشر والعرصات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكفر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيا أيها الطائعون، يا أيها المنيبون، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها خير عدة لوقت الشدة وإنها خير زاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن في مرور الأيام والليالي لعبرا، وفي انقضاء الأشهر والأعوام لمزدجرا ومدكرا، تمر الأيام وما أسرعها وتمضي الشهور وما أعجلها، وتشرق علينا من جديد شمس عيد الأضحى المجيد، ويهل علينا عيد الأضحى المبارك بأيامه المباركة ولياليه الغر المتلألئة وأحكامه وحكمه السامية. أيها الأفاضل الكرام، إننا في أعظم الأيام وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم الأضحى ثم يوم القر ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو الذي يتقرب فيه الناس بالهدايا أو بالهدي ويتقربون بالأضاحي إلى الله سبحانه وتعالى.
أما اليوم القر وهو اليوم 11 وهو اليوم الذي يلي يوم عيد الأضحى، وسمي بيوم القر لأن الناس يستقرون فيه بمنى. إننا في يوم فرحة وعيد، هذا يوم فرحة وعيد، هذا يوم تهليل وتكبير وتمجيد، هذا يوم أيها الأفاضل الكرام عظمه الله سبحانه وتعالى وشرفه بفضائله وميزه بمآثره سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في مثل هذا اليوم أيها الأفاضل الكرام علمنا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام معنى الطاعة، علمنا معنى الفداء، علمنا معنى التضحية من أجل دين الله سبحانه وتعالى، علمنا معنى التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ من الكبر عتيا، فضاقت نفسه للولد والذرية، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فقال رب هب لي من الصالحين، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن استجاب دعاءه. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ هذا الغلام بلغ السعي وصار يذهب ويجيء، وتعلق الولد بأبيه، وتعلق الوالد بولده، وإذا به تلك الفرحة لم تكتمل، لأنه رأى رؤيا أن الله عز وجل يأمره بذبح ولده، بأن يذبح ثمرة فؤاده وفلذة كبده وجزء منه، لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي، يعني بدأ يمشي، كبر يعني بدأ يمشي ويجري ويذهب مع الأب بتاعه ويأتي، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كيف رد عليه هذا الولد؟ رد عليه بأدب جميل، لأن الله وصفه قال غلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، وفي آية أخرى فبشرناه بغلام عليم. قال يا أبتي، رد عليه بأدب، يا أبتي افعل ما تؤمر، ما قالوش افعل ما تأمر، على بال الأمر تاع رب العالمين ماهوش يعني الأمر تاعه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا له من بيت قد تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، بيت عاش في سبيل الله، بيت عاش على الطاعة، كيف لا يستجيب ولا يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يقدم هذه النفس من أجل الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يقدم هذه النفس وهي التي أودعها الله عز وجل في هذا النسب وهي ملك لله عز وجل؟ كيف لا تقدم في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يضحي الإنسان بهذه النفس من أجل ربنا سبحانه وتعالى؟ فدماؤنا وأرواحنا وأجسادنا وأموالنا وصلواتنا وكل شيء وكل عباداتنا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل شيء أيها الأفاضل الكرام من أجل الله، كل شيء يرخص، شيء رخيص من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يستحق سبحانه وتعالى أكثر وأعظم من ذلك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى فلما استسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه السلام، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتله للجبين، يعني كبه على جبينه. لماذا أيها الأفاضل الكرام؟ ذكر أهل التفسير قال له يا أبتي اشدد رباطي حتى لا أضطرب، وأحد شفرتك يعني السكين اجعله حادا، وأسرع بإمراله على عنقي. قال حتى لا تنظر عينك إلى عيني فتتأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى. يا الله، ما أعظم هذا البيت، ما أعظم هذا البيت الذي تربى على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات قال له يا أبي واكفف ثيابك حتى لا يتطاير دمي على
ثيابك فتراه أمي فتحزن لذلك. يا لها من مشاعر مليئة بالحزن، يا لها من كلمات تدمي القلب قبل أن تدمع العينين. فلما أسلم يعني استسلم لأمر الله عز وجل وتله للجبين، كبه على وجهه حتى لا تتخاطب العيون، حتى لا ينظر الأب هذا إلى ولده فيتأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى يحلو على ولده، وحتى لا ينظر هذا الابن إلى عيني أبيه نظرة رحمة فيشفق عليه الأب ويتأخر عن أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين، يعني كبه على وجهه، وناديناه أي يا إبراهيم. جاءت الجائزة والكرامة من الله عز وجل: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فداه الله عز وجل بكبش رعى في الجنة 40 خريفا. رعى في الجنة 40 خريفا أمر الله عز وجل به فنزل من السماء فقدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قربان لله عز وجل، بدل أن يقدم ولده فقدم هذا الكبش كرامة من الله سبحانه وتعالى وجائزة وهدية من الله عز وجل. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإله أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ويهز الكون ضرعات ودعاء يسمعه الله. ويجيب الحق ورحمته في سبقت عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم الذي علم الأمة الطاعة، سلام على إبراهيم الذي علم الأمة الوفاء، سلام على إبراهيم الذي علم الأمة التضحية من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما قام أحد بدين الله عز وجل كإبراهيم، قدم بدنه للنيران وولده للقربان وطعامه للضيفان. ولهذا لما أثنى الله عز وجل عليه بوسام إلى قيام الساعة قال: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى ويقتدى به بالخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. واستجاب الله عز وجل لدعائه لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني لسان ثناء حتى الأمم السابقة تثني عليه، فاستجاب الله عز وجل له. فها نحن اليوم أيها الأفاضل الكرام اليوم نذكر أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صلواتنا، في دعائنا نذكر أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الأفاضل الكرام اليوم هو يوم الصفح، اليوم هو يوم التسامح، اليوم هو يوم العفو، اليوم هو يوم نطأ فيه على أنف الشيطان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. اليوم تسامحوا أيها الأفاضل الكرام، اليوم نزيل تلك الأحقاد وتلك الضغائن من قلوبنا. اليوم تتصافى القلوب، اليوم تتصافح القلوب قبل أن تتصافح الأيدي. اليوم أيها الأفاضل الكرام نمتثل لأمر الله عز وجل، اليوم نمتثل لأمر الله عز وجل. والحمد لله امتثلنا لأمر الله عز وجل بشراء هذه الأضحية وسنتقرب بها إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل الصدق والقبول في هذه الأضحية. كذلك أيها الأفاضل الكرام من صور الامتثال والاستجابة لله عز وجل اليوم أن نتصافى فيما بيننا، لأن الدنيا قصيرة والأعمار أيها الأفاضل الكرام قصيرة، وربما الإنسان لا يكمل هذا العيد، وربما بعد أيام سيلقى الله سبحانه وتعالى أيس الرجيم ولم يفز بعبادة
فأغار نحو الخلق بالتجيش، وأقام عرشا يستحث فلوله، فأصاب ما يبغيه بالتحريش. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوم فمن الله وحده، خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه يا فوز المستغفرين. أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأفاضل الكرام، وأختم خطبة العيد بمجموعة من النصائح. أول نصيحة أيها الأفاضل الكرام أقدمها لنفسي ولإخواني. ينبغي لنا أيها الأفاضل الكرام إذا الإنسان يحب يذبح اليوم أن يذبح بالأماكن الخاصة، وعندما ينتهي أيها الأفاضل الكرام نزيل تلك الدماء وتلك أكرمكم الله تلك الفضلات وتلك الأوساخ، نزيلها ولا نتركها في الطرقات. لأنه من العجائب التي رأيناها أيها الأفاضل الكرام أنه تلقى يعني بعض الجيران يذبح قدام جاره، ومن بعد ينظف قدام جاره، ومن بعد أكرمكم الله ما يهموش يطيش ذلك الدم وتلك الأوساخ يلقيها في الطريق ويلقيها أمام جاره. وهذا لا يجوز أيها الأفاضل الكرام، لأنه هذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، بل هو من أذية المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. معليش نذبحوا أيها الأفاضل الكرام وننظفوا المراصديك، نظف. الحمد لله الماء أعطى رب العالمين الماء، على الأقل الإنسان يعني نظف. وفي نفس الوقت أن لا يكون هناك تبذير وإسراف لهذا الماء، لأنه نعمة كما قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك أيها الأفاضل الكرام النصيحة الثانية، ماذا بينا أيها الأفاضل الكرام الجلود تاعنا كل واحد يعني يحافظ عليه ويديروا في كيس ويحطوا في مكان، لأنه هذه الظاهرة تتكرر في كل عيد، وخاصة يعني مش غير هنا، يعني في الولايات كل تلقى واش الإنسان يخلص يعني الأضحية نتاعو يطيش الجلد تاع الأضحية هذاك يطيشه ويطيش تلك أكرم الله تلك الفضلات وما يهموش. يعني هل هكذا يكون أن تكون أخلاق الإنسان المسلم؟ هكذا يكون الإنسان المسلم الذي صام بالأمس عرفات والذي رفع يديه ولجأ إلى رب الأرض والسماوات؟ ما هكذا تكون أخلاق الإسلام ولا أخلاق المسلمين. نبينا أيها الأفاضل الكرام جلود معنا توضع في أكياس وتترك في أماكنها، وربما يعني ستتكفل بها الدولة في مشروع من المشاريع. كذلك أيها الأفاضل الكرام النقطة الثالثة نزيد ننبه عليها هي بالنسبة أيها الأفاضل الكرام لرمي تلك الفضلات، أكرمكم الله وأجل الله أسمعكم، وذلك التبن وغيرها يعني نطيشوها في الطرقات وخليوها أكرمكم الله حتى تدير ريحة. وبعد أيها الأفاضل الكرام نبداو اليوم عمال بلدية، هم ما يخدموش، هم ما ينظفوش، هم مش قايمين بالدورة تاعهم. وهل نحن أيها الأفاضل الكرام قمنا بالدورة تاعنا؟ هل نحن قمنا بالدورة تاعنا؟ معليش، حتى الأكياس حتى بالكيس، وبإذن الله عز وجل سترفع هذه القمامة أكرمكم الله وأجل الله وأسمعكم وتوضع في أماكن خاصة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، ضحوا فإن لحومها ودماءها سيناله التقوى بلا نقصان. العيد أضحى والدماء رخيصة مهراقة للواحد الديان، هي سنة بعد الذبيح وإنها من خير ما يهدى من القربان. هذا وصلى وسلم ورحمه الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه. قد امركم الله تعالى بامر بدا به بنفسه وثنى بملائكه المسبحه بقدسه وايها بكم ايها المؤمنون فقال: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجميل الازهر، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ادم على بلدنا الحبيب نعمه الامن والاستقرار يا عزيز يا غفار. اللهم من ارادنا واراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم،
اللهم عليك بهم وبمن عاونهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في دورنا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم أعد علينا أعيادا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن نرفل في ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكم مبارك، أنتم بخير، إن شاء الله سعيد وزيد.